بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقول الخير ما بيروحش أبدا. الخير يلف 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 ويرجع لغاية عندك. الخير دايرة، أيوة دايرة. يعني لو باد الخير في نقطة يلف يلف ويقوم راجع لنفس النقطة، يعني يرجع عندك تاني. هل أنت مؤمن بده قوي؟ بسمة أمل النهاردة قصة رمزية، ممكن تكون حقيقية، بس هي رمزية. حقيقية ولا رمزية؟ هقول لكم بعد شوية. هي القصة بتقول، قصة رمزية بتقول إن بنت بائعة مناديل. البنت بتقف في الإشارات تجيب مناديل للناس اللي واقفة في الإشارات، مناديل مناديل مناديل. فالبنت واقفة في الإشارة بتبيع مناديل، فلقت واحدة ست سايقة عربيتها وبتعيط. فالبنت اتحرك في قلبها الخير، فقامت رايحة حطلها كيس المناديل ومشيت، ما خدتش فلوس، اعتبرت إنها كده يعني بتساعدها. يا بنت غلبانة. الست اللي سايقة العربية اتحرك في قلبها الخير. معقولة بنت صغيرة تعمل معايا أنا كده؟ فتأثرت للخير اللي عملته البنت معاها، فنشفت دموعها وكتبت رسالة: أنا آسفة، حقك عليا. أصلها كانت بتعيط عشان متخانقة مع جوزها، فلما بعتت الرسالة دي جوزها كان هو كمان قاعد مكتئب في مطعم متضايق من الخناقة اللي بينه وبين مراته. فلما شاف الرسالة فرح، فتحرك الخير في قلبه، فقرر ان الويتر او الجرسون اللي موجود في المحل يديله بقشيش، فقام طلع 100 جنيه وقال له دول علشانك. فالجرسون خد ال 100 جنيه، فتحرك الخير في قلبه ففكهم، حط 70 جنيه في جيبه وخد 30 جنيه اداهم للست الغلبانه اللي بتبيع خضار جنب باب المحل. الست خدت الفلوس وراحت على الجزار تشتري لحمه، اصل 30 جنيه دي ما تجيبش لحمه. فالجزار اتحرك الخير في قلبه فزود لها اللحمه شويه بال 30 جنيه القليلين بتوعها، فخدتهم عشان تطبخ لحمه لحفيدتها اللي بتبيع مناديل كل يوم الصبح في الاشارات. فاهمين؟ لف الخير ورجع للبنت الصغيره تاني. دي قصه رمزيه ولا حقيقيه؟ دي قصه بتحصل في حياه كل واحد مننا. كل واحد مننا بيحصل معاه كده، بس احنا عشان الحياة بقت مادية قوي ما بنتابعش ان الخير رجع تاني. والله بيرجع تاني، وجرب. الخير دايرة، يلف ويرجع لك تاني. ربنا بيقول: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، الخير يدور ويعود إليك والشر كذلك، فاختر ما شئت. إيه رأيكم؟ بسمة أمل للي يعمل الخير ويبقى مطمن. الخير ما بيروحش، الخير لازم يرجع تاني. شكرا والسلام عليكم.